طبيعي ربنا خلقنا كلنا، نظري ممكن بيتغير زي ما شكل عيني وشكل وشي بيتغير لما بنكبر. فالطبيعي ان احنا بعد سن 18 21 زي ما طولنا بيستقر حجم عينينا ووشنا بيستقر، فغالبا النظر مش بيرجع يضعف. لما بعمل عملية تصحيح العملية بتبقى زي النضارة، بس في حالات بيحصل فيها تراجع النظر سواء بسبب ان شكل العين بتاعه اتغير، شكل الوش بتاعه اتغير. في ناس كمان بعد العملية ممكن بيحصل ان القرنية اللي احنا بنعمل فيها التصحيح عادة الخلايا بتاعتها ما بتنموش تاني. في نسبة من الناس ممكن تنمو. في امراض مصاحبة للسن، في حاجات امراض مناعية ممكن بتيجي. الحاجات دي كلها ممكن بتسبب تغير في النظر. لكن انا بعمل عملية ليه؟ بعمل عملية عشان استغنى عن النضارة، بصلح نظري كأني اشتريت نضارة. العملية دي مش بتحافظ على النظر، العملية دي بتعالج ضعف النظر. طب لو النظر اتغير ساعتها بفكر البس نضارة تاني، اعمل عملية تصحيح تاني. لكن العملية مش وانس ان انا عملتها خلاص نظري بقى كويس طول عمري. مفيش حاجة اسمها كده. احنا جسمنا كله خاضع لإرادة ربنا. فالنهارده انا كويس، بكرة لو عندي مشكلة بكشف عن دكتور واشوف المشكلة ايه.